يا الشارات تنت ومشادد تتدافو يتجمع سامو سافو يا جنود من تامور 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 آيانو بيني ميرا إيمان شكدا لما دور المدينة سدي سفراء عيد شاس نزي ندور ندور ندور. بدينا نتكلموا في الموضوع كأصحاب، يعني الجروب نتكلموا مع بعض على ثورة في 17 فبراير. في البداية بدت من النت، الأخبار جت من النت، بعدين الناس بدت تتداول فيها تتكلم في ثورة بتنوض 17 فبراير. احنا بدينا تقريبا في الكلام على القصة هذه في فبراير نفسها، ما نتفكرش اليوم بالضبط، ممكن في البداية كان زي حلم، حاجة مستحيلة، ليبيين بينتفضوا مستحيل، اللي ممكن يوم 14 أو 15 بدينا نتحركوا أن الثورة بتبدأ، ثورة بادية حسيناها، نبوها، نتخيلوا فيها، نحلموا بها، ما نعرفش. المهم ذا الكلام هلب عليها في الجروب وفي زوارة بصفة عامة في الوقت هو. فبدينا من فكرة الثورة بتنوض الثورة بتنوض في ليبيا. احنا في ليبيا المفروض نوضوا حتى احنا. الثورة بتنوض الثورة بتنوض في ليبيا. احنا في ليبيا المفروض نوضوا حتى احنا. بديناها بدت في الفيسبوك. أكثر حاجة صارت دوشة في الفيسبوك كان في صفحة اسمها ما عادش نغسل زون أو ما عادش نبو الخضر بالدرجة الليبية. فمن غادي صارت حركة، صارت كلهم يتكلموا. في البداية طبعا كلام إيه نبو نديروها. بعدين صار الفعل، نتلاقوا ضروري نتلاقوا. وين نتلاقوا؟ قعدنا تقريبا 3 تقريبا، أنا وراضي غواز وسيف الشواشي، سيف وسيفاكس الشواشي. ففي نفس الوقت فيه ناس يحاولوا هيك يديروا حاجة، يديروا أي بلبلة في الحكومة أو في الدولة أو في الأمن الداخلي. المهم نحاولوا نديروا أي بلبلة بحيث أنك تتحرك نوعا ما، وهذا اللي صار. ناس ما تبيش، ناس تبي. صارت مناقشات هلبة. مشينا البحر، مقر البراعم قبل سابقا. من غادي على أساس أننا بنطلعوا في مسيرة. من غادي عرفنا أن فيه اجتماع في المدينة الرياضية. مشينا الاجتماع بتاع المدينة الرياضية، وصلنا غادي اكتشفنا أن الاجتماع هذا للمؤسسات الحكومية أو زي ما نقولوا الأمن الداخلي، الجحفل. المهم لقيناهم ان هم بيتكلموا قاعدين على الفكر القذافي. طبعا انا ما خشيتش الداخل، انا كنت برا، لكن موقف من المواقف المهمه الشهيد مهند بوعجاجه وقف قال لهم، طبعا هم وقتها يتكلموا بالعربي واحنا كلنا زواريه، فالمفروض تقريبا يتكلموا بزواري. ناض قاعد يتكلم بالزواري، قال لهم وقفوا، قالوا لا تكلم عربي، قال لهم ما نتكلمش بالعربي، نتكلم بالزواري. واحنا كان موضوعكم انتم القذافي، احنا القذافي ما عادش نبوه. طبعا استغربوا، كانوا ابرز الشخصيات في زواره يعني اللي في الدوله رسمي كانوا موجودين. استغربوا، قال لهم احنا القذافي ما عادش نبوه وما عادش موخرين، والثوره باديه. وطلع من غادي. ليلتها ما درنا شيء. ثاني ليله تقريبا مشينا للجحفل، سمعنا ان فيه توزيع سلاح. توزيع السلاح كان
زي ما يقولوا على أساس أن نحموا زوارة من الدخلاء. طبعا القصة القذافية. على العموم طبعا تسمع بأن بيعطوا سلاح تقريبا نص زوارة غادي ونص زوارة على الساحل. موضوع السلاح لا، ما السلاح ما زال ما وصلش. فتحي بشواشي طبعا كان يتكلم وقتها، لا السلاح ما هناش، السلاح ما زال ما وصلش، السلاح هذا ضروري يترخص بلا 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 بلا. في النهاية بكل اكتشفنا ان السلاح موجود لوطة في مخزن واحد كلها مع بعضها. خشوا ما خشيتش وقتها، ما حصلتش ما وصلتش. خلاص اول ما طلع السلاح من غادي يعتبر خلاص فقدوا السيطرة تقريبا، لأن فتحي بشواشي فقد السيطرة، معناها إن ما فيش حد يقدر يشد أي حاجة. ومن وقتها طلعنا من الجحفل وولينا ندوروا في السلاح، لأن خلاص الموضوع لا محالة مشى لإسقاط النظام. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. طبعا من الأيام الأولى لثورة 17 فبراير في مدينة زوارة، يعني يمكن يوم 20 فبراير بالضبط، بعد الانتفاضة وبعد الثورة، بعد ما صار الاستيلاء نقدر نقول عليه شوية أسلحة من المعسكرات الموجودة هنا في مدينة زوارة، صارت زي ما تقول دوشة بسيطة هيك نتيجة كثرة الأسلحة في الشوارع. فيه زي الصغار استولوا على أسلحة وبدوا يديروا في بوابات، زي ما تقول بوابات وهمية هيك، ويضايقوا في الناس شوية. تبنى بيت شباب زوارة إقامة بوابات رسمية في المدينة على خاطر تسهيل موضوع العبور، باعتبار أن مدينة زوارة يعني تعتبر قريبة من منفذ راس جدير. في الوقت هذاك المنفذ كان مفتوح والناس تجي من طرابلس وتجي من الزاوية ومن عدة مناطق من ليبيا، فباش الناس هم ما يتعرضوش لأي مضايقة في المدينة تبنى بيت شباب زوارة إقامة بوابات زي ما قلت لك، وبطريقة معينة بآلية معينة وبتطوع من الشباب من المدينة نفسها، من مدينة زوارة. اندارت البوابات هي واندارت زي نقولوا احنا توكات باش ما تتعبش حتى الناس من الخدمة هي. وندار برنامج زي البطاقة، أول ما الشخص يخش للمدينة سيارته تتفتش في البوابة الأولى لمدينة زوارة، يعطوا الشباب البطاقة هي بعد ما يفتشوه ويتأكدوا من أنه هو يعني جاي عابر، يعني عابر سبيل المدينة، ما هو مش في دماغه أنه يدير أي موضوع. فتشوه يعطوا البطاقة هي، فيعبر المدينة، ومجرد أنه هو يطلع البطاقة من الروشن ويوري طبعا البطاقة هي للشباب، فيها زي البطاقة هذه فيها زي الكود، يعني زي كلمة تتغير كل يوم باش يعرفوا أن الشخص هو خاش للمدينة في نفس اليوم وفي نفس التاريخ. عادة الكلمة هي كانت باللغة الأمازيغية، يعني نكتبوا فيها باش نفهموها احنا في مدينة زوارة، وباش ما يتعرضش الشخص هو لأي مشكلة. يخش يفوت على البوابات، بوابة الأولى يفتشوه يعطوا له البطاقة، أول ما يوصل آخر بوابة المدينة اللي هي الجهة الغربية ياخذوا منه البطاقة يستلموها منه ويتوكل على حاله. طبعا في المبنى متاع بيت شباب زوارة كان زي ما تقول المركز متاع البوابات هم، وكنت أنا وهلبة معايا هلبة شباب في المبنى نخدموا زي ما تقول على البدالة. عندنا تليفون، رقم تليفون مكتوب في البطاقة هي فيه مركز الشرطة متاع زوارة ورقم مبنى بيت شباب زوارة. طبعا من الطرائف اللي تصير أن في ناس كانوا موالين للقذافي للنخاع زي ما نقولوا فيها يخدموا المدينة. طبعا يخدم هو كشخص عادي،
فيه اللي من المناطق المجاورة لنا هنا، فيه حتى من المناطق البعيدة علينا يخطم، يعطوا له البطاقة هي، ياخذ الرقم تاعه يسجله أول ما يطلع من زواره ويضمن أنه هو في السيف سايد، يعني يطلع ما عادش في حد بيوصله، يتصل بينا. فاحنا بنتفاجئوا نتوقع أن في حد مثلا مسكه، في حد ضايقه في الطريق، في حد نحاله حاجة، نحاله تليفون، نحاله. المهم نرد عليه، تبدأ التهديدات، يبدأ الكلام يعني الألفاظ ما تنقالش، ألفاظ سوقية، تهديدات، تو يولي لكم قايدكم وتو حاجات زي هيك يعني. كان دور فوج كشاف زوارة في ثورة 17 فبراير المجيدة منذ انطلاقها. في بداية طبعا 3 مراحل، المرحلة الأولى قبل دخول الكتائب وأثناء دخول الكتائب وبعد خروج الكتائب في المرحلة الثانية. في البداية طبعا قمنا بتشكيل غرفة في داخل المقر لتأمين إعاشة الثوار منذ بداية انطلاق الثورة. بعد ذلك طبعا قمنا بحملات النظافة داخل المدينة نظرا لعدم وجود كل المسؤولين داخل المدينة. ثم بعد ذلك نظمنا حملة جمع فصائل الدم لأهالي مدينة زوارة، لا قدر الله حدوث أي برنامج طارئ أو إصابات طارئة يتم توفير فصائل الدم لبعض المصابين وبالأخص فصائل النادرة. استمر الحال لمدة 22 يوم. بعدين طبعا بعد دخول كتائب الطاغية داخل مدينة زوارة، في فترة وجود كتائب الطاغية داخل مدينة زوارة قمنا بتكوين مجموعات سرية داخل المقر. كان الشغل مركز على تأمين خروج بعض الثوار من مدينة زوارة بمساهمة أهالي مدينة زوارة، ومجموعة كبيرة من الثوار اشتغلت في نفس السياق، وكونا سرية تسمى بسرية الإمداد. قمنا بتجهيز التموين والإعاشة وتجهيز كل النقدية لتجهيز كامل. نظمنا صفوفنا بحيث في أي بداية يبدأ الثوار بتحرير مدينة زوارة نكون جادين في الشغل، وكنا منظمين في الشغل بتاعنا لتوفير كافة التغذية لجميع ثوار مدينة زوارة. وصلت طبعا الكمية اللي نوزعوا فيها للثوار وصلت حوالي إلى 1200 وجبة يوميا، ومرات توصل في الحالات الطارئة إلى 3000 وجبة يوميا. وساهم معنا طبعا عدة أشخاص من أهالي مدينة زوارة، سواء كانت جمعيات شبابية أو أشخاص على الصعيد الشخصي، وتمكنا من تأمين كل الإعاشة لثوار مدينة زوارة. تحديدا من مكان مثلا يعني استمرت راس الجير والسجن اللي سنتوا كل فترة تناقض راس الجير نقص المطعم غادي يعني قبل بداية حتى في هاي الواحد فترة تناقض في المطعم غادي باقي يعني التموين يسكون الشخصي. والدي خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألقاب لساني كل شكر قدره يجمع كل المعاني بغراب أو عزم، لا توافي شكرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله. سوف نبقى هنا لن يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو الندم. طبعا قسمنا ارواحنا مجموعات، مجموعه خدمه في الجانب العسكري، مجموعه خدمه في الجانب الانساني والاجتماعي، مجموعه خدمه في الجانب الاعلامي. طبعا احنا مجموعه كنا نخدم في الجانب الاعلامي، مدينا الاخبار يعني سامحوني ننتهز الفرصه بنقول نرى قناه ليبيا الاحرار كان في حاجات هي عباره عن شفره. طبعا احنا عارفين زي ما قلنا الاتصالات ما كانتش موجوده، فكانت ليبيا الاحرار يعني في فيديوهات معينه متفقين عليها الثوار داخل ليبيا ان لما تعرض على قناه ليبيا الاحرار تعتبر حاجه معينه، فكانت ليبيا الاحرار هي الوسيله اللي تعتبر اتصال ما بين الثوار في بعضهم، وكنا احنا بنوصلوا في الكلام هذا لقناه ليبيا الاحرار وبارك الله فيها طبعا مشكوره كامله. وسط الرجال واثق فات بإيد اللي
le regard lost فاتني. وصلت لقيت الشهيد طبعا وسام البريدة، لقيت بروح على رجليه، وفي زوز ثانيين مش عارف هم صغار شويه، شباب صغار قاعدين. قلت له درست السياره ونزلت، قلت له شنو في وسام؟ قال لي راهو في سياره نتاع 14 ونص، كانت عندنا واحده 14 ونص، كان يضرب عليها شلغم يكون فيها عماد العزابي، مش عارف الثالث من هو، ممكن سليمان بشواشي اللي هو الكيزه نسموه فيه، 3 انفار. شبح السيارة يقول مستحيل هما زوز مع بعض، سبحان الله. يعني هو ساعتها خلاص هذيك هو بيستشهد، وصل من قبل الاحداث، من بدايه الاحداث هو يقول لك انا اول واحد بنموت. يعني يحتربك احساس، فهمت؟ يحس به الانسان. والله قال لي انضربها، عزات كلمه ثانيه، فهمت؟ قلت لا استشهد، يعني خلاص عرفت انه انضربوا، فهمت؟ شاهد سبحان الله، قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ما عادش سمعت صوت ثاني، فهمت؟ جو ضربوا بالسيارة، جابوا الكاميرا الليبية، هي شاف يقول اجيب الكاميرا الليبية. إنها مدينة الزاوية، وفي ضيافة شيخ الميدان جمعة المفجر. الشيخ جمعة المفجر من ثوار مدينة الزاوية، وبخطبته في تلك الجمعة التي أكد فيها عما يقوم به الطاغية بأنه محرم تماما، فإذا به من أوائل المطلوبين من قبل أزلام الطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشيخ جمعة المفجر من مدينة الزاوية المجاهدة. عندما دخل الكتائب إلى مدينة الزاوية اضطر كثير من الثوار اللي كانوا متواجدين في ميدان الزاوية إلى الخروج، خوفا على أرواحهم وخوفا على أطفالهم ونسائهم. من بين الخارجين من مدينة الزاوية والذين تركوها كنت أنا من بين هؤلاء. وسبب مطاردة الكتائب وأزلام النظام السابق لي بسبب أني كنت شيخ الميدان، يعني كنت داخل الميدان، أنا الشيخ أصلي بهم في المسجد، وكذلك خطبت بهم خطبة الجمعة، وكانت خطبة حماسية وموجودة على التويتر والفيسبوك. طبعا احنا كنا في البداية عندما انتفضت شباب وثوار مدينة الزاوية، قعدنا مسيطرين على منطقة الزاوية لفترة أسبوع، ثم صار علينا انقضاض من جميع الاتجاهات، من كتائب القذافي، من الجهة الشرقية من اللواء 32، ومن الجهة الجنوبية من منطقة ورشفارة كانت مليئة بكتائب القذافي، ومن الجهة طبعا الغربية من لواء الخويلدي الحميدي. فما كانش ملجأ اللي كان يمسكوه ينحط في السجون ويعذب، ما فيش ملجأ بعد الله إلا كانت مدينة زوارة الخالدة الصمود، أشاو السوار زوارة، وبالذات مفوضية كشاف زوارة. كانوا فيها عديد من القادة اللي ساهموا في خراج ثوار الزاوية، ومن ضمن ثوار الزاوية من أبرزهم اللي هو كان شيخ الميدان الذي خطب أول جمعة وقام بتكفير فيها الطاغية، اللي هو الشيخ الأستاذ الدكتور جمعة حسن المفجر، وكان شيخ قبيلة ولاد بحميرة فضيلة الوالد محمد أبو زريبة، وكان العقيد شوقي عبد المولى، وعديد طبعا من الضباط ومن شباب الزاوية الثوار، ومن اللي هم قاموا معناها بالتهريب عن طريق ثوار زوارة. نسق أهالي الزاوية أو شباب الزاوية الثوار مع ثوار مدينة زوارة المجاهدة الأبية، ويعني وضعوا لي يعني بطاقة شخصية
باسم غير اسمي الحقيقة لكي يستطيع الخروج عبر البوابات. وتم إخباري، خرجت من هذا البيت يوم 22/6 على تمام، وأظن لا نستطيع أن نقول على تمام، ولكن حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر. خرجت أنا وزوجتي وأبنائي، صلينا العصر في ذلك المسجد إلى أن حضر الأخ اللي كنا نتعامل بالتليفون بالهاتف الجوال يعني، فكان اتصال إلى أن وصل إلينا. رجعت زوجتي وصهري وأبنائي إلى مدينة الزاوية، وأخذني أحد ثوار زوارة، وبهذه المناسبة أوجه لهم جزيل الشكر وفائق الاحترام على الجهود التي بذلوها، وهي جهود تذكر فتشكر، فكانت جهود كبيرة جدا. الكتائب يطاردوا فينا ويدوروا في حياشنا، نحولوا من حوش لحوش، نقيموا في المصابين. وصارت عندنا مثلا طلعت على خاطر واحد من مدينة الزاوية اسمه اسكندر قريميدة مصاب بطلق ناري في ظهره. اشتغلنا زوجي على خاطره هو في ظروف صعبة جدا، استشهد فيه الشهيد عماد إدريسي. في هذا المكان بالذات استشهد الشهيد عماد الإدريسي وهو يقوم بأداء واجب من واجباته تجاه ثورة 17 فبراير. من أعلى نقطة وقع الشهيد وهو محاولا القيام بعملية لإخراج الثوار من مدينة زوارة إلى تونس تحفظا من كتائب الطاغية. بعدين ما ننسوش الشهيد عماد الإدريسي، هو من أحد الثوار الذين كانوا يساهموا في هذه الخدمة، وله جزيل الشكر. وأكبر خدمة نقدر نقول هيك يقدمها هو الأخ عماد، واللي هو مات واستشهد، مات، نسأل الله أن يتقبل من الشهداء، مات يعني على البحر في الخدمة. صلينا العصر في ذلك المسجد إلى أن حضر الأخ اللي كنا نتعامل بالتليفون. أخذني بالسيارة إلى مكان على شاطئ البحر، عبارة عن مبنى هيك، فوجدت 28 ثائر يريدون الخروج، كان من بينهم 19 ضابطا منشقا، وكنا نحن المدنيين 9، فكنا 28 يعني خارج من البلاد، يريد الخروج من البلد. كان الشباب هذول الموجودين كلهم يكاد يكونون يمثلون كل المدن الليبية اللي على الساحل. يا وحني خوت، وقداش ما درت وقداش ما حاولت انك تدير الفتنه بيننا ما قدرت. مش حتنجح بعد الزاويه الله مشتت هذا خليه يموت بقهر. يقول له احنا قاعدين من كل تركينا. هذا من الصرمان. هذا من سبعه ما شاء الله. يا شا تشوف والله العظيم قسما بالله، من بنغازي، من سبعة، من صرمان، من الزاوية، من كل مكان، وموجودين بين اخوتنا في زوارة اللي حاولت طول عمرك تفرق بيننا وبينهم، والله موجودين قسما بالله. اللحمة اللي ريتها بيناتهم ما صارت في عهدك انت، بكل مش حتقدر تفرق بيناتنا باذن الله. فمثلا كان هناك من جهة الشرق بنغازي والمرج والبيضة وتبرق وكان موجودين. كان من جهة مصراتة فيه مجموعة، من طرابلس، من الزاوية، ومجموعة من شباب من المطرد. الشباب اللي من المطرد هذا ظلوا في ذلك المكان 15 يوم ينتظرون الخروج، ولكن الظروف البيئية وغيرها والأحوال الجوية لم تسمح لهم. ومجموعة من صبرات. خرجنا عبر مدينة زوارة في قارب صيد، يعني قارب مطاطي، ما هوش قارب يعني صيد كبير أو غيره. خرجنا في تلك وكنا في حماية، كنا في حماية شباب زوارة، كانوا مسلحين وكانوا يمثلون حماية. وأذكر أن أحد الشباب أظنه اسمه ناصر، كان أسمر البشرة يعني، قال يا شيخ لن يصل إليكم أحد ما دام فينا واحد على قيد الحياة. والله بالحرف الواحد قال يا شيخ مش حيصل فيكم واحد من الكتائب
ما دام فينا واحد على قيد الحياة. من هنا تحركت مجموعة من الشباب في خفاء، ذلك لتهريب الثوار إلى دولة تونس الشقيقة عن طريق البحر. والحق يعني مجهود الشباب ما كانش غير الشباب بس، يعني حتى والله عندنا ناس كبيرة في العمر، يعني نقولوا احنا باللغة الدارجة يعني عزايز وشيابين، حتى هم ودعموا في اللي دعم ماديا، في اللي معنويا، في اللي تبرع بمال، يعني نقولوا احنا باش ناخذوا هالقوارب مطاطية، لأن فيهم اللي صنعناهم في دولة تونس وجبناهم عن طريق البحر، وكملنا طبعا الصيانة متاعهم في هالمدينة المباركة. حملوني أنا باعتباري أعاني من عرج في رجلي، حملوني بالسيارة إلى شاطئ البحر، إلى معلش أنا نقولوا زديق، يعني هو بالتعبير الصحيح، ما هوش قارب صيد كبير، زديق مطاطي وخشبي بيناتهم يعني جهزوا الزديق. ومن لطف هؤلاء الشباب ومن روعتهم وضعوني في الزديق قبل وضعه في البحر. قالوا يا شيخ أنت رجلك وكنت تعبان شوي حتى يعني صحيا هيك، ما قالوا لا لازم. قلت لهم عيب أنتم تشيلوني أنا والزديق، على الأقل شيلوا الزديق أنا، علاش تشيلوا فيا معه؟ قالوا لا، وضعوني في وسط القارب وشالوني فوق ودخلنا البحر. أبشر عاميو تمام كابتن يوسدا. استمرت الرحلة من 12 ليلة، الساعة 12 منتصف الليل إلى 7:30 صباحا وصلنا إلى ميناء الكتف في تونس. كان سائق القارب أيضا من الثوار. المسافة بين مدينة زوارة وميناء الكتف حوالي 50 ميل بحري، يعني بقرابة 80 كيلومتر. وكان الثوار في ذهابهم إلى دولة تونس لا يحتاجون بالركوب البحر إلى مسافة بعيدة، يعني يبعدوا على الشط ممكن حوالي 10-15 كيلو، ويبدأ المعالم البر يعني واضحة. ومن المعالم الرئيسية في الطريق من زوارة إلى ميناء الكتف، وهي أقرب نقطة في مدينة تونس، مصنع أبي كماش والراس جدين. بعض الناس يقولوا أهل زوارة لا ما كانوش يخدموا في الثوار لله وكانوا يتقاضون في مبالغ مالية. يا أخي خلينا نقول لك أنا الصحيح، في ذلك الوقت صعب أن تحصل على محرك لقارب، وصعب أنك تحصل على شنو؟ تحصل على القارب نفسه. فكانوا يضطرون يأخذون مبلغ بسيط من اللي يريد المغادرة بحيث يستطيعوا شراء هذا القارب وشراء هذا المحرك. ثم الأمر الآخر، هذا المحرك وهذا القارب لا يرجع عندما يصل إلى ميناء الكتف تتم مصادرته. الحقيقة وأقولها صراحة ولا بدون خوف ولا بدون طمع، يعني ما كانوا يتقاضون في شيء، لا يتقاضون أجرا على هذا العمل، باعتباره يتم شراء القارب وبعدين تتم مصادرته. فما كانوا ما يستفيدوش، كانوا يأخذوا في ثمن القارب فعلا. أنا واحد من الناس لم أدفع لهم ولا قرش ولا جنيه، لكن أرجو أن لا يطالبوني بذلك.
عمل يقول غادي ايش؟ الله اكبر. فقعدت نحاول يعني كيف ننتقل الى مصراتة باي وسيله. لان ابني اللي معايا، احد ابنائي اللي معايا يحيى، تعرف على الاخ المقدم، واسمه المقدم من مدينه الزواره، وهذا بارك الله فيه جزاه الله بالخير. وكانت الظروف صعبه انك انت تتعرف على واحد، لكن لما الدور اللي قدمتها الزواره عرفنا نفس الدور اللي يعني تقول قدمتها مصراتها. فلما يقول لك الزواره خلاص تريحت يعني الشخص هذا، لان بتسلم نفسك ليه وانت ليه وصلتي بالكامل. ففعلا اتصلنا بشيخ اخوي ابو بكر وابني اللي اخذ اسمه المقدم، وقابلوه في طرابلس واساسا هو يمكننا من الانتقال من طرابلس الى مدينه الزواره، ومن الزواره من بعدها تم النقل الى تونس وبعدها الى بنغازي. فبارك الله فيه الاخ المقدم، يعني امنا كيف وصلنا الى مدينه الزواره. من مدينه الزواره استلمنا شخص ثاني وقال لهم مراد. استلمتهم ركبتوا معي في السياره بحيث ان نبدو رحله مغادره طرابلس الى زواره يعني بطرق صعبه، لان بحكم ان الكتائب معبيه الطريق ومعبيه الشوارع وكذا، بحيث يتمكنوا الافراد هم اللي نبقى يعني انطلقت سيارتي وبدات رحله مغادره طرابلس الى زواره. قدر الامكان وعلى جميع الاتجاهات، على البحر على البر، فما وافقتش. فحتى لان جتني معلومه وانا في البيت ان راهو خاصه لما عنوا بي بعائلتي واسرتي موجود في البيت ان راح يتم القبض علي. انتقلت سيبت البيت، وفعلا جو هم البيت وتم الاستيلاء عليه البيت وقعدوا فيه الكتائب. ومن بعد تحصلت حتى على ورقه بعد الثوره، اساسا كنت مطلوب فعلا عندي المسند الموجود او عندي المستند، اني كنت مطلوب للقبض علي انا واخوي ابو بكر وابنائي. فقعدت نحاول يعني كيف ننتقل الى مصراتة باي وسيله. لان ابني اللي معايا، احد ابنائي اللي معايا يحيى، تعرف على الاخ المقدم، واسمه المقدم من مدينه الزواره، وهذا بارك الله فيه جزاه الله بالخير. وكانت الظروف صعبه انك انت تتعرف على واحد، لكن لما الدور اللي قدمتها الزواره عرفنا نفس الدور اللي يعني تقول قدمتها مصراتها. فلما يقول لك الزواره خلاص تريحت يعني الشخص هذا، لان بتسلم نفسك ليه وانت ليه وصلتي بالكامل. ففعلا اتصلنا بشيخ اخوي ابو بكر وابني اللي اخذ اسمه المقدم، وقابلوه في طرابلس واساسا هو يمكننا من الانتقال من طرابلس الى مدينه الزواره، ومن الزواره من بعدها تم النقل الى تونس وبعدها الى بنغازي او مصر. فبارك الله فيه الاخ المقدم هذا وفر لنا على اساس ننتقل من مدينه مصرات من مدينه طرابلس الى مدينه زواره. وكانت البوابات والقبضه الامنيه مشدده جدا جدا، يعني بوابات خاصه لما يقولك انت بطاقتك الشخصيه او جواز سفرك من مصراتة، وخاصه عائله كعائله الفورتيه بالذات من مصراتة، لان كان مطلوب القبض عليه. فبارك الله فيه الاخ المقدم، يعني امنا كيف وصلنا الى مدينه الزواره.
من مدينة الزوارة استلمنا شخص ثاني وقال لهم مراد. يعني هي كانت الحركة فعلا الثوار كانوا منظمين الحركة بصراحة، كل شخص يستلمك للشخص الثاني. فالأخ مراد هذا بارك الله فيه منا سكن في مدينة زوارة أنا وأسرتي. أسرتي تتكون من حوالي 7 أنفار، فمنا سكن بارك الله فيه، وكان يجيب لنا حتى في أكل يوميا. وبقينا في مدينة زوارة أنا وأسرتي إلى أن انتقلنا أنا وأخوي إلى مكان لغرض الانتقال عن طريق البحر. وكنا كل من نشوف منطقة متريحين من زوارة بصراحة، عارفين الثوار لكن يعني متخوفين من أي مراقبة، لأن كانت زوارة كانت مراقبة جدا وفيها قضاء أمنية، وهم الثوار نفسهم خايفين وإحنا كنا خايفين أكثر، لأن كان معي أسرتي كل شيء أنا خايف عليها. فقابلنا الأخ جمال بارك الله فيه وقدم لنا مساعدة وقدم لنا استثمار، واتفقنا على أساس أن نمشي زي ما نقول اليوم في الليل، الخروج طبعا بالزور دائما بعد صلاة العشاء على ما أعتقد في الليل المهم. فاتفقنا على أساس أن خلاص نجيبوا حاجات خفيفة معنا ونجيبوا نركب في القارب. فجينا في الموعد ونبي نمشي للقارب، فالقارب قالوا لنا ذاك النهار أراه عطل ما صارش منا. فتأسفنا ورجعنا تأسفنا الأخ جمال والأخ مراد ورجعنا للحوش للأسرة. قعدنا في زوارة ثاني يوم، حتى هو كان فيه قالوا لنا راه نفس الموعد، قالوا لنا راه المكان اللي نطلق منه الزور كان مراقب من الدوريات الكتائب. بارك الله فيه الأخ مراد والأخ جمال قالوا لنا ايش رايكم انتم نعرض عليكم انكم تمشوا عن طريق البر من زوارة مسلوكنا قريب شويه، وبعدين تمشوا عن طريق البر لعند تخشوا الحدود التونسيه ومنطقه اسمها ابو كتف. فهل عندكم انتم استعداد، يعني هم ردوا علينا، هل عندكم استعداد وتقدروا تمشوا بالبر يعني عن طريق التهريب؟ يعني بارك الله فيهم، هم داروا مجهود كبير بالنسبه للاخوه الزوار. قلنا لهم احنا ما عندناش مانع، لان يعني هم بقاكم زواره برضه يعني تخاف حتى نفسك وعليهم هم. شنو اللي خلانا نخدموا الخدمه هذه ولا نخاطروا بارواحنا ونديروا العمل هذا؟ بحكم ان منطقه زواره موجوده على الساحل وموجوده على البحر، وعندنا ناس مطلوبه هلبة من جميع انحاء ليبيا، طلعوا من هنا حتى من بنغازي وطبرق ودرنا ومن جميع المناطق، وجايين هنا لزواره، وبدينا نستقبلوا فيهم في داخل المدينه بطرق صعبه جدا. شنين امكانوانيت نخدم سيس بعد سوفو سيس بزايد ميدن ونقد سيس بزايد الارواح خدمة توانيتي نيجيتي ربي شي شيء صارنا باقي بزايد المواقف دهانيت ديس متى يتصد صاد ديس متى مؤلم يصعيد دي جنس مواقف صارنا ديس زودي كي يحصل لك التاريخ من 1/7 نخدم السيهانيت فغن مم صار المشكل تاميوت وكمشن الفروت وفي ناس من زدايك كورنتن موقف هان تأثر رجنا وزايد ميد نهاية الفترة تدنيت نسينش متى صار ديسن ليش نيوم باقي أطفال. يعني كان عندي طفل يمكن عمره 10 شهور 4 أو 5 شهور، فأمرونا أساسا إن هم يطلعوا بالأسرتينية وبناتي يطلعوهم هم بالسيارة عن طريق البوابة الرئيسية، وكان مساعدهم بارك الله فيه أخ من الجميع اسمه بشير الكوني بارك الله فيه جزاه الله كل خير، حتى هو من منطقة جميل أحد الثوار جميل. وبعدها خلاص استعدينا أنا وأخويا وابني، وكان معنا واحد ثاني سويعي حتى هو ما مشاش عن طريق البحر أساسا بيمشي معنا على البر. فابني قال ما عنديش سبيدر وما عنديش حذاء رياضي حتى انه يقدر يمشي فيه البر، فاخذ تفكر فيه الاخ مراد على اساس انه بيشتري له حذاء رياضي من مدينه زواره. فكانت المدينه فاضيه جدا. يحكي لي ابني قال لي ولما جاء بيشتري الحذاء صاحب المحل قال له انت منين؟ قال انا من مصراته، مع انه خاف هو لكن بارك الله فيهم لما قال له انت من مصراته قال له والله حتى صاحب حتى الحذاء ما دفع ثمن، يعني اعطاه حذاء رياضي بدون ثمن.
بارك الله فيهم، هذا من ثوار زواره. وفعلا حددنا الموعد ننتقل من مدينه زواره، نقلونهم الى منطقه قريبه من الحدود. فجانا شخص ثاني نقلنا في سيارته خيمه، وعنده في سيارته نفسها داير بطيات بتاع وقود بتاع نافته، بحيث انه هو عنده مزرعه قريبه من الحدود. فالمنطقه هذه هو مزرعته هو فيها. انتقلت من المكان هذا قاعد ينقل فينا، ركبت انا خلف، ركب فيها خلف السياره من لاورا، واخوي الاخ كبر قدام، ونقلنا الى مكان قريب مش بعيد على الحدود، منطقه صحراويه، الى ان وصلنا الى الخبير اللي بينقلنا بالبر من منطقه اللي بعد زواره، منطقه الى عن طريق البر الى تونس بالتالي. فكان لقينا واحد هناك وصلنا ليه اسمه التونسي، هو اللي وصلنا. بعدين مشينا بالبر على رجلين، يعني تفكر فيها ممكن مشينا حوالي الساعه 10 او 11 الصباح لعند ثاني يوم في الليل كله، واحنا نمشوا. احنا وصلنا لعند تونس في ثاني يوم الصباح، يعني من صباح اليوم الى ثاني يوم الصباح واحنا نمشي بالبر. وحاطط لنا موقف في الطريق، بصراحه كان موقف في نفس الوقت يعني كان شديد جدا جدا، لان هم كان الكتائب عامله دوريات مشدده على الحدود وعلى التهريب. لكن الاخ هذا بارك الله فيه هو علاقته بالزواريه كان علاقه كويسه. ففي الطريق في الليل طبعا نمشي احنا ومشي سريع، فمشي كان مشي سريع، ولازم ان نفوتوا المنطقه، ومنطقه حساسه لان قريبه من البوابه. يعني احنا نمشي وما ندريش عليه ان يجينا كلاب قاعدين ينبحثن علينا، كلاب هذين بتاع البريات، والصوت في الليل هدوء، كان هدوء جدا جدا. والكلاب هذين حاطن بينا، احنا طبعا 4 انفار ومعنا هذا الخبير، فحاطن بينا الكلاب هذين ما عادش بيسيبنا. كلاب في الليل وصحراء وحصلنا احنا خفنا بصراحه. الحاجات اللي كان معنا هي فرد خبزه، كل واحد عنده فرد خبزه وشوشة ميه. فقلت لهم انا هسه حاجه، اخذت الخبزه اللي عندي وقسمتها قسمتين، كل رميتها للكلب الاول فيها وفي كلب جاي قريب من ابني، يعني خلاص قريب ابني، رميت له النصف الفرد الثانيه اللي هي فيها. قلت لهم كل واحد اللي عنده الخبزه بتاعها يرميها للكلب حتى انه يلهوا به، لان هم الكلب ده صوت وهم دورياتهم والمنطقه قريبه، يعني احنا كنا نروحوا فيها، كنا يا اما هذين الكلاب اللي فينا في الرئاسه، او هم الكتائب كان ممكن انه يرمى علينا لان بيسمع صوت الكلاب. فمشينا الليله كلها، وكان موقف مدينه زواره يعني مشكورين جدا عليه، هم اللي وصلوا وهم اللي امرونا الوصول من مدينه زواره الى مدينه او الى الحدود التونسيه، داخل الحدود التونسيه منطقه ابو كتف. بعد ما وصلنا منطقه ابو كتف طبعا سلمتنا الاخوان في تونس وداولنا اجراءاتنا وتمينا اجراءاتنا. فنرجع الاخوه في زواره نشكرهم كثير الشكر على ما بذلوه من جهد، وثوار زواره اللي وقفوا معنا كاحد ثوار مصراته، ونشكرهم جزيل الشكر ونكون ممنونين لهم. طبعا تنجيل فرماني الهي. الله اكبر على الابطال الاحرار الذين هدوا الينا الانتصار العظيم.